واش عمرك فكرتي شنو القرارات اللي تقدر تاخذ في كل نهار باش تبدل حياتك، دماغك، جسمك وحتى جيبك؟ اليوم غادي نهضروا على بعض القرارات المهمة اللي يمكن تغير بها حياتك في 2025. كاين واحد المقولة من فيلسوف فرنسي كيقول لك الحياة هي البحر بين بي ودي. بي هي الولادة birth and دي death هي الموت، والحياة هي السي أو الاختيار choice. يعني كل صباح عندك الفرصة باش تختار واش غادي تحسن من حياتك، واش غادي تنمي راسك، واش غادي تقرب من الأهداف ديالك. إذن هاد القرارات اللي غادي نتكلم عليها اليوم هي بحال التمرين، بغيتك ما تكونش غير مستمع ولكن تشارك وتاخد فعلا قرارات جديدة، حيت حياتنا دابا هي حصيلة الاختيارات اللي درناها في الماضي سواء كانت زوينة ولا خايبة. في هذا الفيديو غادي نهضروا على 5 ديال الحوايج بسيطين ولكن فعالين ومبنيين على الأدلة العلمية اللي غادي يعاونوك تزيد فرص النجاح ديالك بشكل كبير. هاد النصائح ما كيطلبوش مجهود كبير ولكن عندهم تأثير قوي على حياتك. إلا كنتي جديد معنا هنا مرحبا بك. في هاد القناة كنهضر فيها على الأفكار اللي ممكن تغير حياتنا للأحسن. إلا مستعدين نمشيو النقطة الأولى. النقطة الأولى هي كتابة الأهداف ديالك. واش عندك لائحة مكتوبة ديال الأهداف؟ إلا ما عندكش راك كتفقد فرصة كبيرة. واحد السيد جيم رون قال ليه المرشد ديالو إلا ما كتكتبش الأهداف ديالك صعيب تحققها، وحتى العلم كيدعم هاد الفكرة. الدراسة دارت في جامعة دومينيكان لقات أن الناس اللي كيدونوا الأهداف ديالهم عندهم 42% فرص أكبر باش يحققوا هاد الأهداف مقارنة مع الناس اللي كيبقاو غير كيتخيلوهم. كيفاش؟ حيت الكتابة كتحفز المخ ديالك وكتخليه يركز على الهدف. تخيل راسك كتشوف لائحة فيها الأهداف ديالك كل نهار، ضروري غادي تخدم عليهم باش تحققهم. باش دير اللائحة ديالك حاول تقسمهم حسب الأولويات ديال كل 3 شهور، مثلا في جوجل دوكس، وتحاول ما تكدسش بزاف ديال الأهداف باش يبقى التركيز ديالك قوي على 3 ولا 4 الأهداف الرئيسية. النقطة الثانية، راجع الأهداف ديالك باستمرار. كتابة الأهداف خطوة مهمة ولكن الأهم هو أنك تبقى تشوفها بشكل منتظم. علاش؟ حيت المخ ديالك فيه نظام RAS Reticular Activated System ولا System d'Activation Réticulaire اللي كيركز على المعلومات المهمة بالنسبة لك. مثلا إلا كنت باغي نشري سيارة من نوع معين، فجأة غادي تبدا تشوف غير هذيك السيارة فين ما مشيتي. المخ ديالك كيركز على الحوايج اللي كتهمك. باش تستافد من هذا النظام خصك ترجع تشوف الأهداف ديالك كل سيمانة ولا حتى كل صباح. شخصيا كنطرح على راسي هذا السؤال، شنو هما الاولويات ديال اليوم، ومن بعد كنحاول ندير تقييم شحال تقدمت في الاهداف. هاد الطريقه كتعطيك تحفيز باش تكمل لقدام. النقطه الثالثه، راقب التقدم ديالك باستمرار. واحد التحليل ديال 138 دراسه كان فيها 20,000 مشارك لقاو ان الناس اللي كيراقبوا التقدم ديالهم بشكل منتظم كيزيدوا فرص النجاح ديالهم. المراقبه كتعني تعرف راسك واش غادي مزيان ولا خاصك تبدل شي حاجه. مثلا تقدر تستعمل الوان باش تحدد الوضعيه ديالك. الخضر يعني انك مزيان، الصفر يعني انك خاصك تحسن، والحمر يعني انك بعيد على الهدف. الا كنتي كاتب تحسب الكلمات اللي كتكتب. الا كنتي كتلعب الرياضه لاحظ شحال ديال الوقت كتصبر في الجري. النقطة الرابعة، تقنية التباين الذهني. هاد التقنية كتعني أنك كتتخيل المستقبل ديالك ولكن بطريقة متوازنة، يعني كتخيل الحاجة الإيجابية ديال تحقيق الهدف ولكن في نفس الوقت تحاول تتصور التحديات اللي ممكن تواجهك. الناس اللي كيتخيلوا كل شيء زوين بلا عقبات كيلقاو صعوبة كبيرة في التعامل مع الواقع. مثلا إلا كنتي باغي تخسر الوزن، تخيل راسك كتحقق الهدف ولكن في نفس الوقت تصور التحديات بحال الالتزام بالنظام الغذائي ولا ممارسة الرياضة بشكل منتظم. هالطريقة كتخليك واقعي ومتوازن. النقطة الخامسة، الالتزام بالعمل الصغير ولكن المنتظم. آخر حاجة هو الالتزام بخطوات صغيرة ولكن مستمرة. الناس بزاف كيبغيو يحققوا أهداف كبيرة ولكن كيسحب ليهم خاصهم يديروا خطوات عملاقة. الواقع هو أن العمل اليومي الصغير كيتجمع وكيعطي نتائج مذهلة. مثلا إلا كنت باغي نزيد في قراءة الكتب خاصني نقرأ 10 صفحات كل نهار. إلا كنت باغي ندير الرياضة خاصني نخصص 20 دقيقة مثلا. هاد العمل المستمر كيخلي الهدف يبان ساهل وممكن التحقيق ديالو. الخلاصة، باش تحقق الأهداف ديالك خاصك تكتبهم، تراجعهم باستمرار، تراقب التقدم ديالك، تستعمل التباين الذهني، وتلتزم بخطوات صغيرة ولكن مستمرة. كل هاد النقاط مدعمة بالعلم وممكن تطبقهم اليوم باش تبدا تشوف التغيير في حياتك. إلا عجبك المحتوى ما تنساش تشارك الفيديو مع الناس اللي باغيين يحققوا الأهداف ديالهم، ونتمنى لكم التوفيق وشكرا على المشاهدة. كإضافة بغيت نختم بهذا الفيديو، في هاد 2025 عندك 5 القرارات بسيطة. زيد في شي حاجة زوينة،
نقص من شي حاجة خايبة وبدا في شي حاجة جديدة. فكر تحبس شي حاجة ما كتفيدكش وكمل في شي حاجة اللي ديجا كتعطيك نتائج زوينة.